السلام عليكم. كنا اتكلمنا في حلقة الانترودكشن عن اليونتس اللي هتبقى معانا على مدار الحلقات الجاية من فارماوي. النهاردة معانا أول يونت واللي هي بعنوان Principles of Drug Therapy. كنا قلنا إنها بتتكون من شابترين، الشابتر الأول Pharmacokinetics والشابتر الثاني Drug Receptor Interaction and Pharmacodynamics. النهاردة بنتكلم عن الشابتر الأول واللي هو الفارماكوكاينيتكس. اولا كده عاوزين نعرف يعني ايه فارماكوكاينيتكس. الفارماكوكاينيتكس what the body does to the drug، ايه تأثير الجسم على الدواء، ايه اللي الجسم بيعمله في الدواء. هنجد ان الجسم بيعمل 4 حاجات، او الفارماكوكاينيتكس دي عبارة عن 4 parameters. ايه هما؟ absorption الامتصاص، distribution التوزيع او الانتشار بتاع الدواء، 3 الميتابوليزم الايض، 4 الاليمينيشن ازاي الدواء بيخرج من الجسم بعد ما بيخلص وظيفته او شغله. هنعرف كل واحدة فيهم بالتفصيل. ممكن نختصر ال4 دول في كلمة أدمي اللي بتتكون من الحرف الأول من كل كلمة فيهم. البارامترز دي بتستخدم في ايه؟ هنجد ان ليها استخدامات كتيرة ومهمة. زي ايه مثلا؟ 1 بقدر اعرف منها الانست بتاعت الدواء، onset of the drug. يعني ايه onset؟ يعني الوقت اللي الدواء بيحتاجه عشان يشتغل، الوقت اللي الدرج من ساعة ما باخده لحد ما يديني التأثير بتاعه. يعني الدراج بياخد وقت قد ايه عشان يدي الافكت بتاعه. يعني انا خدت الدواء بعد 10 دقايق ظهر الافكت بتاعه، يبقى ال10 دقايق دول هما الانست. 2 الديوريشن اوف ذا دراج، يعني الدواء بيشتغل فترة قد ايه بعد ما الافكت ظهر، قعد مدة قد ايه، قعد مثلا 8 ساعات، فيبقى الديوريشن بتاعت الدواء ده 8 ساعات. 3 الدوز، بحدد من خلال البارامترز دي الجرعة بتاعت الدواء، اخد كام ملي جرام في الجرعة الواحدة. الفريكونسي، اخد الدواء كم مرة، 3 مرات في اليوم، مرتين، مرة واحدة، وهكذا. بعرف كمان الديوريشن اوف ذا تريتمنت، بعرف هاخد الدواء ده لمدة قد ايه، لمدة اسبوع، لمدة شهر، لمدة 10 ايام. بعرف الحاجات دي من ال4 بارامترز دول. كمان بعرف السويتابل روت اوف ادمنستريشن، بعرف ايه الطريقة المناسبة اللي اخد بيها الدواء ده، اخده اورال، اخده انجكشن، وهكذا. هنتكلم النهاردة عن الروتس اوف ادمنستريشن. قبل ما ندخل في البارامترز لازم نعرف الروتس اوف ادمنستريشن، الطرق اللي بتاخد بيها الدواء. مبدئيا كده بحددها بناء على ايه، بحدد الطريقة اللي اخد بيها الدواء دي بناء على ايه. 1 البروبرتيز اوف ذا دراج، خصائص الدواء. خصائص الدواء نفسه اللي هي زي ايه؟ الدواء ده ليبيد سوليبل او ووتر سوليبل، بيدوب في المية، بيدوب في الدهون، هل بيحصل له ايونيزيشن، كومبليت ايونيزيشن، بارشال ايونيزيشن، وهكذا. ممكن نحدد بايه تاني؟ بالثيرابيوتيك اوبجكت، يعني انا محتاج الدواء ده في ايه؟ محتاجه عشان يديني رابيد اونست، عايز النتيجة بسرعة، عاوز لونج تيرم تريتمنت، عاوز يديني علاج لفترة طويلة، عاوز اكتفي بس بالعلاج على لوكال سايت استخدمه، توبيكال استخدمه كعلاج موضعي. طيب ايه هي الروتس او الميجر روتس اوف ادمنستريشن؟ بتتقسم لجزئين، انترال وبارنترال. الانترال دي اللي بتتاخد عن طريق الفم، دي صورة بتوضح معظم الروتس اوف ادمنستريشن. الانترال زي ما قلنا دي باخد الدواء عن طريق الفم، الدواء اللي بيتبلع عن طريق الماوس، drug administered by mouse. اول حاجة عندنا في الانترال هي ايه؟ الشهيرة جدا الاورال، ان انا ببلع الدواء بالفم. ايه مميزاتها؟ easily self administered، اي حد ممكن ياخد الدواء، سهلة جدا، مش محتاجة يعني اي مجهود. 2
التوكسيستي او الاوفر دوز سهل اتغلب عليهم او سهل اعطي انتيدوت والحقهم. انتيدوت زي الاكتيفيتد شاركول مثلا بعمل ابسوربشن للدراج بتاعي. ايه عيوب الطريقة دي؟ ايه عيوب الاورال روت؟ ان ده باس واي معقد، الباس واي بتاع الجي اي تي ده معقد. ايه مثلا اسباب التعقيد؟ مثلا عندك البي اتش، احنا عارفين انها اسيدك بي اتش بتاعت الاستومك فيها اسيدك بي اتش، ممكن تأثر على بعض الادوية، بتأثر على امتصاص بعض الادوية او حتى توقفها اصلا ما تخليهاش تشتغل. عندنا شوية امثلة للاورال بريبريشن. الانتريك كوتد بريبريشن، البريبريشن اللي معمول لها كسوة معوية، يعني ايه؟ غطا بيحميها من الاستومك، بيخليها تعدي الاستومك وبعدين يحصل لها ابسوربشن في الامعاء في الانتستين. زي ايه هي الامثلة؟ عندنا نموذج زي ايه؟ عندنا مثلا حاجة زي الأوميبرازول، ده اسيد انستيبل يعني بتتكسر في الاسيد، فبتتعمل انتريك كوتد تابلتس مثلا عشان تمتص في الامعاء وتهرب كده من الاستومك ومن الاسيديتي بتاعت الاستومك. ممكن نستخدمه في ايه تاني؟ في الدراج بتسبب اريتيشن للاستومك زي الاسبرين. طب ايه النوع التاني او ايه المثال التاني؟ الاكستندد ريليس بريبريشن، الادوية اللي بتديني مفعول طويل. زي ايه الادوية دي؟ ونختصرها الاول بي ار او اكس ار، هتلاقيها موجودة على ادوية كتير. ده بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى اقراص او بريبريشن بحط فيها انجريدينت معينة علشان نعمل كنترول للدراج ريليس. بستفاد منها بايه؟ مميزاتها بتديني سلوار ابسوربشن، الابسوربشن بيحصل ببطء وبناء عليه بيحصل prolonged duration of action، بيدينا اكشن لفترة طويلة. في نفس الوقت ما اخدش دواء كتير، ممكن اخد الدواء مرة واحدة بدل ما كنت باخده 4 أو 5 مرات. توفر الكونسنتريشن في الثيرابيوتيك ليفل لفترة طويلة، يفضل الدواء بيدي نفس الافكت بتاعه لفترة طويلة. عندنا نموذج اللي لها شورت لايف، الشورت هاف لايف، زي مين؟ زي الاورال مورفين، ده اوبيويد انالجيسيك، الهاف لايف بتاعته من 2 ل 4 ساعات. يعني بالطريقة دي المفروض اخد الدواء 6 مرات في اليوم. لو اتعمل extended release preparation هاخده بس 2 مرات في اليوم بدل 6 مرات. عندنا الطريقة التانية في الانترال روت، عندنا السبلينجوال يعني خد الدواء تحت اللسان زي حبوب النيتروجليسرين مثلا. عندنا البكل بيتحط بين التشيك والجم، بين الخد واللثة. ايه مميزات الطرق دي؟ انها سهلة، هي حد يتعطاها سهل، easy administration او easy self administration. rapid absorption باخد نتيجة بسرعة. بتعمل bypass the harsh gastrointestinal environment، بعدي الظروف الصعبة الموجودة في الجاستروانتستينال تراكت زي الاسيديتي مثلا او البي اتش. بايباس للفيرست باس ميتابوليزم، بعدي الفيرست باس ميتابوليزم ودي هنشرحها بعدين. بعد كده البارنترال روت introduce drugs directly to the blood. بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في drugs that are poorly absorbed from GIT، الأدوية اللي ما بتنفعش تمتص لما تتاخد اورالي، زي مين؟ زي الهيبارين anticoagulant. بستخدمها في ايه تاني؟ بستخدمها في الدراجز اللي بتبقى unstable في الجي اي تي زي الانسولين، هتلاقيه بيتاخد injection. بستخدمها في ايه تاني؟ لو البيشنت ده unable to take the drug، انه يبقى مثلا unconscious، يبقى فاقد للوعي، شخص فاقد للوعي، هعدله الدواء زي اورال، لازم بديهوله بارنترال injection مثلا. بعد كده بستخدمها في ايه تاني؟ في حالات طارئة، شخص حصل له شيء طارئ وعاوز الحقه، لازم بديله حاجة بارنترال عشان يديني افكت بسرعة rapid onset ويديني high bioavailability. ايه مميزاتها؟
دي اعلى بايو افيلابيلتي، او الدواء كله بيدخل للبلاد مرة واحدة، مفيش حاجة اجزاء بتروح منه. 2 ان مثلا بعدي الفيرست باس ميتابوليزم، وده بيأكد تاني ده بيؤدي الى هايست بايو افيلابيلتي. 3 ان بعدي من الجي اي تي environment، بهرب من الاسيديتي، بهرب من الهارد كونديشنز الموجودة في الجي اي تي. واخيرا 4 ان بوفر الماكسيمم دوز، او بوفر ماكسيمم افكت من الجرعة دي. ايه عيوبه؟ انه irreversible، الدواء دخل البلد مش هعرف ارجعه بالطرق العادية، مثلا نعمله بايندنج مع الشاركول. 2 ممكن يعمل بين، ممكن يعمل تيشو دامج، ممكن يعمل انفكشن. ايه هي انواع البرنترال؟ اشهر حاجة في 3 مشهورين: انترا فاسكولار، يعني داخل الأوعية دي ممكن تبقى فينس، ممكن تبقى ارتري. بعد كده الانترا ماسكولار في العضل، حقن في العضل. بعد كده السبكيوتينيوس. هنبتدي بالانترافينس المشهورة. انترافينس دي تقريبا اشهر روت معروفة في البرنترال، رمزها IV، هنشوفها على حقن كتير. مميزاتها: بتستخدم مثلا للأدوية اللي ما بتنفعش يحصل لها زي ما قلنا absorption عن طريق الأورال روت. ينفع بستخدمها في ايه؟ لما احتاج رابد اونست، محتاج مفعول بسرعة، بحقنها IV في الوريد. لو محتاج maximum degree of control over the amount deliver the drug، عاوز اتحكم في اكبر كمية توصل للبلد، بحقنها IV وبالكمية اللي انا عاوزها. لو مثلا زي ايه؟ لو حقنتها بولس، لو حقنت الجرعة الدفعة واحدة هتديني التأثير immediately، هتوصل للثيرابيوتيك concentration immediately. لو حقنتها IV infusion عن طريق المحاليل بالتنقيط، هتديني الافكت بتاعها for longer period of time، هتدوني لفترة طويلة، نفس الافكت لفترة طويلة. بستخدمها في ايه تاني؟ تنفع مع الادوية اللي بتعمل irritation، لان ببساطة الدراج بيحصل له دايليوشن في البلد لما بيتحقن. بس العيوب بتاعته بقى: مينفعش اعمل له ريكول، الريفرسبل مينفعش الحقه، مينفعش لو حصل جرعة زيادة الحقها تبقى فيه صعوبة، مينفعش الحقه بالطرق العادية زي الشاركول مثلا. كمان ممكن يعمل انفكشن عن طريق ان يحصل كونتامينيشن على السايت اوف انجكشن، المكان اللي حقنت فيه يحصل يجي عليه بكتيريا، يحصل كونتامينيشن فيعمل ابسس مثلا. كمان ممكن يعمل هيموليسيس في البلد، ويعمل بريسبتيشن للبلد كونستيتيوينت. كمان ممكن يعمل ادفيرس افكت على المريض لو ما اتحقنش بالطريقة الصح، او اتحقن بكونسنتريشن عالي وبسرعة. عشان كده في الحالات دي محتاجين يبقى في مونيتورنج على البيشنت يحصل له مونيتورنج اول باول اثناء الحقن. ندخل على الطريقة التانية، IM او الانترماسكولار، الحقن في العضل. ايه الادوية اللي بتتحقن في العضل؟ في IV بنحقن اكوا سوليوشن بس، انما في IM اللي هي الانترماسكولار في العضل ممكن نحقن اكوا سوليوشن، وده بيحصل له رابيد ابسوربشن، بيمتص بسرعة. ممكن نحقن سبيشاليزد ديبو يعني ممتد المفعول، زي اللي بنسميها مجازا حقن الزيت، بيحصل لها slowly absorbed او slower absorption. الديبو ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من دراج في نون اكواس فيهيكل. ممكن النون اكواس فيهيكل ده يبقى زي البولي ايثيلين جلايكول. الفيهيكل بيدخل شايل الدراج، بيدخل للماسل، بيحصل له ديفيوجن، بيعمل بريسبتيشن للدراج. الدراج بعد كده بينزل في الماسل، بيحصل له ديسولف في الماسل، ويطلع واحدة واحدة يديك longer period of effect، بيديك الافكت بتاعه لفترة طويلة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، هنكمل في الحلقة الجاية، تابعونا. لو قدرت اضيف لك شيء او شايف ان الفيديو مفيد ممكن تشيره وتفيد بغيرك. تفعل الجرس واعمل سبسكرايب ولايك.
عشان توصلك حلقاتنا أول ما تنزل، وأتمنى أكون قدرت أفيدكم. ممكن تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك دكتور ام ساينس اند تكنولوجي. السلام عليكم.